عسلامة ومرحبا بكم. رجعنا لكم باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. كيف العادة باش نحكيو على الانتدابات الجديدة اللي قام بها الترجي الرياضي التونسي كما كنا قلنا في الفيديو الفارط، وكنا اتهجنا المنهج متاع انه في كل فيديو نحكيو على 3 جوارات. حكينا على البلايلي في الفيديو اللي فاتت، حكينا على لاري العزوني، وحكينا على ايمن بن محمد، سامحونا مش ايمن بن محمد، حكينا على موكوينا. المرة هذه باش نحكيو على يوسف العبدلي، باش نحكيو على حمزة جلاسي، وباش نحكيو على عبد الرحمن كوناتي من الكوت ديفوار. دونك هذوما 3 انتدابات اللي قام بهم الترجي الرياضي التونسي معناها في الميركاتو هذا، باش نحاولوا نحكيو عليهم بالواحد كيف العادة، باش نعطيو فيهم راينا اقتراحنا والحكايات الكل. هذيك علاش ندعيكم الناس الكل باش تصليوا على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونبداو نحكيو على جوارات هذوما. نبداو الفيديو متاعنا بالحديث على يوسف العبدلي. يوسف العبدلي اللاعب التونسي اللي عنده زاد الجنسية الفرنسية، متكون في فرنسا. يوسف العبدلي صاحب 25 سنة، من مواليد سبتمبر 98. يوسف العبدلي يعني جابته الترجي في صفقة تمتد لزوز مواسم. بالنسبة للعبدلي كما كنا قلنا تكوينه فرنسي، لعب في نيس، لعب في جمعيات أخرين في لونس في الصغرى، ومن بعديك جابته الترجي لتونس عام 2020. نتذكروا الناس الكل، أما ما لعبش برشا مع الترجي، لعب كان 4 ماتشات وما نجحش برشا، ومن بعد صارت له بالطبيعة برشا انتقالات أخرى. من الترجي مشى للمونستير، من المستير مشى للسعودية، مشى للأهلي، ومن بعد رجع للنجم الساحلي، وتوا الترجي عاود يرجعوا مرة أخرى ليبر. يعني صفقة الحقيقة نعرفوا اللي هو افون سونتر يوسف العبدلي مع النجم الساحلي. عمل 30 مباراة النجم نقولوا، منهم 6 أهداف 2 اسيست. ما انا شخصيا ما قنعتنيش معناها صفقة يوسف العبدلي. تدعيم الفريق ممكن باش تخليه معناها باش تحاول هكا على البنك وساعات تشاركوا، ولكن ماهوش فريمون الاسم اللي نقولوا نحنا كبير ولا اللي كنت فرحان بيه في الانتدابات. على كل حال ان شاء الله هو يكذب الشيء هذا، ان شاء الله هو يكون من العباد اللي نجم تعطي الاضافه للفريق بتاعنا. الانتداب الثاني واللي هو حمزة جلاسي. حمزة جلاسي اللي هو عمره 32 سنة، من مواليد سبتمبر 91. حمزة جلاسي اللي هو ديفونسور، واللي الترجي يجيبه لزوز مواسم. إذا كان باش نحكيو على مسيرته في تونس، نجمو نعتبروه اللي هو جوار رحالة، يشبه شوية بروفيل لبروفيل العواضي. في تونس بدا من باجة، لعب في جابس، لعب في السي بي، لعب في السي اس اس، لعب في الاتوال اخرهم. وخارج تونس لعب في اتحاد طنجة المغربي، ولعب في اهلي بنغازي الليبي. اخر باساج الحمزة الجلاسي كان مع النجم الرياضي الساحلي الموسم الفارط. حمزة الجلاسي لعب 46 مباراة كاملين بين شامبيونا، كي يقولوا شامبيونا نحكيو اول الموسم ونحكيو بلاي اوف، بين كوب وبين الكاف. في المباريات هذوما سجل 9 أهداف. يعني قاعد يسجل مع الاتوال رغم اللي هو مدافع. اغلبيتهم صحيح كرات ثابته، بيلانتيات، يعني قاعد يسجل في ضربه جزاء، ولكن هذا زاد يدل اللي هو من العباد اللي يصوبوا مليح في ضربه الجزاء. وكيف كيف زاد سجل عن طريق دي فالاريتي، يعني توزيعات وحط كره في الشبكه. ديفونسيفمون عطا ما عنده، قدم موسم متميز، والشيء اللي خليه معناها يتم استدعائه لكيب ناسيونال. صفقة نعتبرها باهية، صفقة جيدة. الحقيقة يعني ما نجموش نستناو منها حاجة كبيرة برشا، ولكن تدعيم للفريق، تدعيم للكومبورتيمون ديفونسيف. كيف كيف زاد في الاوفونسيف يعاون، وفي الكرات الثابتة يعاون، ويشوط مليح ضربات جزاء. يعني الحقيقة نجموا نقولوا الصفقة هذيا تنجم تحقق المراد نتاعها، مش كيما الصفقة الأولى اللي هي تاع يوسف العبدلي. آخر جوار باش نحكيو عليه اليوم اللي هو عبد الرحمن كوناتي، اللي هو باش نكون واضح معاكم ما عندناش عليه برشا معلومات. لاعب صغير عمره 18 سنة، من مواليد 2006. اللاعب هذا كان يلعب في سان بيدرو. نعرفوا اللي الترجي معناها عندها لاعبين قدامى في الكوت ديفوار اللي يشوفوا زاد في اللاعبين، منهم هيثم عبيد اللي هو نورمالمون حسب ما يقولوا العباد ريكوموند الصفقه هذايا. اللاعب هذا يحكيوا عليه اللي هو موهبه صاعده في الكوت ديفوار وفي الفريق نتاعو، ولعب زاد مع ليكيب ناسيونال نتاع الكوت ديفوار في الفئه العمريه نتاعو، وكان معناها كابيتان عليهم وقدم اداء كبير. اللاعب هذا هو وسط ميدان، يشهدوا له الناس الكل اللي هو لاعب معناها عنده دي كاليتي كبار، والناس الكل
قاعدة يعني تستبق له وتقول لي اللعبة دي باش يكون عنده شأن كبير في كرة القدم. ترجي قامت بالصفقة هذه مدة 4 مواسم 4 سنين حتى تكشي 2028. نتمناو انه تكون صفقة باهية، ونتمناو انه اللاعب ينجح مع الترجي الرياضي التونسي، خاصة انه مازال صغير في السن، وان شاء الله علاش لا نشوفوه يشكل معناها ركيزة مع الوقت من ركائز الترجي الرياضي التونسي في خط وسط الميدان. كان هذا الفيديو متاع اليوم، ماهوش طويل برشا، حكينا على 3 جوارات هذوما. ان شاء الله باش نحاولوا نزيدوا نعملوا فيديوهات اخرين كيلكو سوا على تحضيرات الترجي الرياضي التونسي، والا على الصفقات اذا كان زدنا عملنا صفقات، والا بطبيعه الحال على اذا كان فما حاجات ولا اخبار جديده على الجمعيه. لهنا نحن نكونوا خلطنا لنهايه الفيديو متاعنا. نقول لكم كيف العاده يعطيكم الصحه، نشكركم على تفاعلاتكم، ونقول كيف العاده اذا كان عجبك الفيديو متاعنا حط جيم كومنتارك بارتاجي، كان نجمتوا نتقابلوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.